وغيرها أيضا ضد نظام بشار الأسد. هل لك بداية أن تضعنا في أجواء الحراك عندكم في حلب؟ نعم نعم سيدي الكريم. أولا أترحم على أرواح الشهداء في الثورة السورية المباركة. وأود أن أذكر أن بفضل الله تعالى ريف حلب ينتفض بالأكمل تقريبا الآن، ورقعة التظاهر وعدد نقاط التظاهر تتزايد بشكل تصاعدي في حلب وريفها، وبإذن الله النصر آت، وستنتفض حلب انتفاضة تهز أركان الكيان الأسدي أو العصابة الأسدية. وأود أن أزف خبر استشهاد الطفلة أسماء رضوان حمدان من مدينة منغ الواقعة في ريف حلب الشمالي في يوم أمس، حيث قامت عصابات الأسد بإطلاق النار على الحافلة التي كانت تنقلها مع عائلتها باتجاه مدينتهم في منغ. واستشهدت الطفلة أسماء رضوان حمدان على أيدي عصابة الأسد. نعم. الآن بالأمس أعلن الشيخ عبد الجليل السعيد انشقاقه عن مكتب أحمد حسون والمؤسسة الدينية. ما تأثير ذلك على محافظة حلب؟ سيدي الكريم، هذا الحدث أثر كثيرا على محافظة حلب، ونحن نحيي هؤلاء الأبطال وهؤلاء الأحرار من مشايخ حلب، وندعو باقي علماء الدين في سوريا بالكامل إلى الانتفاض ضد هذه العصابة الأسدية، هذه العصابة الحامية للكيان الصهيوني التي تدعي المقاومة والممانعة، ولكنها ممانعة لشعبها وليست لأعدائها. إنها تقصف شعبنا، وإنها تقتل وتذبح الشعب العربي السوري. ونحن نوجه دعوة دائما للشعوب العربية بالانتفاض ومعاونة الشعب العربي السوري الذي يقتل على أيدي هذه العصابة. يعني أما أعلن العرب أن يفكوا القيود التي وضعها حكامهم على أفواههم. نعم. لعل انقطع اتصال. شكرا جزيلا لك سيد أبو عبيدة، عضو ثوار حلب وريفها. تحية لك ولكل ثوار حلب الأبطال. نعود إليكم أعزائي المشاهدين ونعود إلى محافظة حماة. اليوم هناك إطلاق نار من قبل عصابات الأمن والشبيحة في حي طريق حلب على المتظاهرين، وهناك إطلاق